بروك ليزنر خلال الشهور الاولى لما انضم للدبليو دبليو اي ما كانش حد يقدر يقف قدامه، حرفيا ما فيش حد وقف قدامه الا لو حصلت له اصابه او اعتزل المصارعه بسببه، لدرجه انه قدر يدمر فريق هارد بويز، وبعد كده دخل في بطولة ملك الحلبة وقدر ياخدها، وكانت نهاية هالك هوجن على ايده، الا واحد بس قدر يحول بروك ليزنر من وحش لبشر عادي. هنشوف في فيديو النهارده الصراع القوي بين الاندرتيكر والوحش بروك ليزنر. بس قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد، ولو حابب تشوفنا تاني ادعمنا بلايك واشتراك القناة. اندرتيكر المصارع الوحيد اللي قدر يتغلب على بروك ليزنر في وقت ما كان بروك ليزنر المصارع الذي لا يقهر. طوال الاشهر الاولى من عقده مع الدبليو دبليو اي بعد ما اتغلب بروك ليزنر على ذا روك واخد اللقب منه، كان المنافس التالي هو الاندرتيكر، ولعب مباراة اسمها الرجل الميت في هيل ان اسيل، وكانت المباراة دي عبارة عن حمام كامل من الدم. بصراحة مباراة من العيار التقيل، هم قدموا مباراة قوية داخل الحلبة، لكن خارج الحلبة كان بينهم خلافات شخصية لفترة طويلة. المهم في 2004 كان في خلاف بين بروك ليزنر والاندرتيكر. الخلاف وصل ان بروك ليزنر ساب اتحاد الدبليو دبليو اي في الوقت ده عشان فينس ماكمان يتضايق، لانه كان عايز بروك ليزنر يخليه واجهة للشركة. المهم في الوقت ده كان بروك ليزنر هيلعب مباراة في اليو اف سي اللي هي رقمها 121 قدام كين فلاسكيز، واندرتيكر كان حاضر في المباراة دي، لان معروف عن الاندرتيكر انه بيحب يشوف مباريات اليو اف سي وبالاخص مباريات بروك ليزنر. المهم بروك ليزنر خسر المباراة، وغير الاصابات طبعا اللي حصلت له وارتجاج في المخ. المهم بعد ما خلصت المباراة بروك ليزنر شاف الاندرتيكر ومر من قدامه، وفهم بروك ليزنر ان دي محاولة عشان الاندرتيكر يسخر منه ومن هزيمته، واللي اتبين بعد كده ان الاندرتيكر وبروك ليزنر ليهم خلافات شخصية، واستمر الحال لحد كده لغاية راس المنيا 30 عشان تحصل مباراة من العيار التقيل بين الاندرتيكر وبروك ليزنر، عشان تحصل المفاجأة والصدمة الكبرى للجماهير ان بروك ليزنر يكسر سلسلة الانتصارات للاندرتيكر ويفوز بروك ليزنر في راس المنيا 30. لكن بعد المباراة بيتحول الخلاف بين الاثنين الى اصدقاء، مع ان الاثنين لعبوا مباراتين في عام 2015 وتعتبر من اكثر المباريات هيمنة في الدبليو دبليو اي، لكن المباراتين دول فازوا من الاندرتيكر، واحدة في هيل ان اسيل والثانية كانت في سامر اسلام. بصراحة مصارعين من العيار التقيل اثبتوا نفسهم للجمهور. بس لحد هنا اتمنى لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك واشتراك القناة. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.